لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لن يحضر جنازة شقيقته الزعيم عادل إمام بعد غيابه عن جنازتها. كيف استقبل عادل إمام خبر وفاة شقيقته إيمان إمام؟ يتساءل الجمهور عن رد فعل الفنان عادل إمام وحالته النفسية والصحية بعد وفاة شقيقته السيدة إيمان إمام، خصوصا في ظل غيابه التام وعدم ظهور الإعلامي منذ تلقيه هذا الخبر المفجع، كما أن الأسرة لم تكشف عن حالة عادل إمام أو رد فعله على خبر رحيل شقيقته، رغم ارتفاع مؤشرات البحث عن حالة الزعيم من محبيه. وكان البعض قال أن أسرة الزعيم لم تخبره بوفاة شقيقته خوفا على تأثر صحته، والبعض أكد أنه في حالة حزن شديدة. ورغم الحزن الذي يعتصر قلب أسرة الزعيم إلا أنه فضلوا عدم التحدث علنا عن حالة عادل إمام، مما جعل التساؤلات تزايد عن تأثيرها بتلك الفاجعة التي ألمت به وبعائلته، كما لم تكشف الأسرة عن تفاصيل حالته النفسية أو الصحية بعد فقدان شقيقته. ولكن المنتشر إنه في حالة حزن شديدة وصدمة. ومن اتجاه آخر قال البعض إنه لم يتم إخباره بوفاتها حفظا على حالته، وما جعل الجمهور يعيش في حالة من القلق والترقب حول رد فعل الزعيم وتأثير الحدث على صحته. في هذا الأنباء كان نجل شقيق عادل إمام عمر مصطفى متولي قد نعى والدته عبر حسابه على الانستغرام ورصد موقع تحيا مصر قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، توفيت إلى رحمة الله أم الحبيبة، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة، مما يعكس حجم الحزن العميق الذي يعيشه أفراد الأسرة في هذه اللحظات القاسية. إلى جانب ذلك أصدرت نقابة الصحفيون ممثلة بالكاتب الصحفي محمود كامل نداء مهنيا إلى الصحفيون والمصورين بعدم تصوير جنازة السيدة إيمان إمام بناء على رغبة أسرة الفنان مصطفى متولي، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام الحياة الخاصة للأسرة في هذه اللحظات العصيبة. وأشار كمال إلى أن الحفاظ على حرمة الأسرة ومشاعرها يأتي في المقام الأول، وهو ما لقى دعما واسعا من الوسط الصحفي. تشييع جنازة وجثمان شقيقة عادل إمام من مسجد الشرطة عقب صلاة الظهر. تشييع اليوم جنازة السيدة إيمان إمام شقيقة الفنان الكبير عادل إمام وزوجة الفنان الراحل مصطفى متولي، وذلك بعد أن وفاتها المنية مساء أمس الأحد وسط صدمة من نجوم الفن والأصدقاء، حيث من المقرر أن يشيع جثمان الراحلة إيمان إمام وفق لما رصده موقع تحيا مصر عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث من المتوقع أن يحضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء، فيما سيقام العزاء يوم الأحد المقبل في نفس المسجد. ونعى نجل الراحلة إيمان إمام عمر مصطفى متولي والدته عبر صفحته على الانستغرام قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، توفيت إلى رحمة الله أم الحبيبة، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة. أصدر الكاتب الصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيون نداء موجها إلى الزملاء المصورين الصحفيون ومن قبلهم الزملاء رؤساء التحرير، ودعاهم فيه إلى الالتزام بالقواعد المهنية المتعمدة من شعبة المصورين ونقابة الصحفيين، والتي تسمح بتصوير جنازات الشخصيات العامة. وأوضح كامل أنه بناء على هذه القواعد وبناء على طلب أسرة الفنان الراحل مصطفى متولي، فإنه غير مسموح بتصوير جنازة السيدة الراحلة حرم الفنان الراحل مصطفى متولي وشقيقة الزعيم عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي. وأكد عضو مجلس النقابة أن الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة واحترام رغبة أسرة الراحلة يأتيان في المقام الأول، مشددا على أن صور قد تنشر قد تلاحق أذى أكبر وأسرة تمر بظروف إنسانية صعبة، داعيا الجميع إلى الاستجابة لنداء الأسرة والنقابة والضمير المهني. وعن حالة الفنان عادل إمام بعد وفاة شقيقته خوفا على تدهور حالته، هل تخفي أسرة عادل إمام خبر وفاة شقيقته عنه؟
أثار غياب الفنان الكبير عادل إمام عن جنازة شقيقته إيمان تساؤلات خلال الساعات الماضية، موجة واسعة من التساؤلات حول ما إذا كانت أسرته قد قررت إخفاء خبر وفاة شقيقته عنه خوفا على حالته الصحية والنفسية من انعكاس الصدمة عليه، خاصة في ظل تقديمه في العمر وابتعاده التام عن الأضواء في السنوات الأخيرة. وكانت مصادر غير مؤكدة رصدها موقع تحيا مصر تحدثت عن أسرة عادل إمام تعاملت بحذر شديد مع خبر وفاة شقيقته، مفضلا عدم أخباره بشكل مباشر أو محاولة تمهيد الأمر له جذريا، خشية أن يؤدي تلاقي الصدمة المفجعة تدهور حالته الصحية، وتأتي ذلك في ظل ما يعرف عن حرص عائلة الزعيم الدائم على توفير أجواء من الهدوء والاستقرار له بعيدا عن الضغوط والأخبار القاسية. في المقابل تداولت بعض الأحاديث رؤية أخرى تشير إلى أن الفنان الكبير علم بالفعل بخبر وفاة شقيقته وأنه أصيب بحالة من الحزن الشديد والصدمة حالة عدم إيمان بعد وفاة شقيقته إيمان. الجمهور الذي يكن لعادل إمام محبة استثنائية لم يتوقف عن البحث والسؤال عن تطورات حالته، خاصة مع غياب أي بيانات رسمية من الأسرة توضح حقيقة ما جرى أو اطمئنان محبيه مع ارتفاع معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت. انقسمت الآراء بين من يؤكد أن الأسرة فضلت حمايته من الصدمة ومن يرى أنه يعيش بالفعل حالة حزن عميقة بعيدا عن عدسات الكاميرات التزاما بطبيعته الهادئة في السنوات الأخيرة. ويزيد من حدة الجدل أن الأسرة لم تصدر أي توضيح رسمي بشأن رد فعل الزعيم على رحيل شقيقته، مكتفيا بالصمت وهو ما اعتبروه البعض احتراما لخصوصية اللحظة الإنسانية الصعبة، بينما رأى آخرون أن هذا الغموض فتح المجال أمام انتشار الشائعات والتأويلات غير الدقيقة. وفي ظل هذا الصمت ركزت الأنظار على مراسم عزاء شقيقة عادل إمام، حيث قرر استقبال العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد يوم الأربعاء المقبل، وهو الحدث الذي من المنتظر أن يشهد حضور عدد كبير من الفنانين والأصدقاء والمقربين من الأسرة لتقديم واجب العزاء. ومن المتوقع أن يكون العزاء محطة يتقارب خلالها الجمهور أي إشارة تطمئنهم على حالة الزعيم سوء من خلال ظهور أحد أفراد الأسرة أو صدور بيان يوضح موقفه الصحي. وبينما تستمر حالة الجدل والتكهنات، يظل الثبات الوحيد هو حرص أسرة عادل إمام على إبقاء تفاصيل حياته الخاصة بعيدا عن التداول الإعلامي، خاصة في اللحظات الإنسانية الدقيقة بين حماية الحالة الصحية للفنان بحجم عادل إمام واحترام خصوصية الحزن العائلي. يبقى السؤال معلقا في انتظار توضيح رسمي يوضع حد للشائعات ويطمئن جمهور الزعيم الذي لا يزال يعتبره واحدا من أهم رموز الفن في العالم العربي. وسطر حالة من الحزن الشديد على جميع الأسرة بعد وفاة شقيقة الفنان عادل إمام، الذي سطر حالة من الحزن على الجمهور بعد رحيل شقيقته. وبحث الجميع عن عادل إمام ولن يحضر الجنازة في وفاة شقيقته إمام الذي أبكت الجميع الشارع المصري بكامله، وحزن كبير عليها من الجميع بعد رحيل شقيقته شقيقة عادل إمام. وتعيش أفراد الأسرة في هذه اللحظات القاسية لحظة حزن كبيرة على الجميع، والحزن يعم على الجميع بعد خبر وفاة شقيقة الفنان عادل إمام إمام رحمه الله وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.